أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، فيديو جديد ومعاكم النظام الغذائي من الألف للياء في الفيديو ده. كوباية شاي يا معلم وفضي دماغك واكتب ورايا. مبدئيا كده عايزين نقسم الفيديو ده لثلاث أقسام. أول قسم أو أول جزء إزاي تحسب سعراتك أصلا. تاني جزء ازاي تحسب الماكروز وهنفهم يعني ايه ماكروز. تالت جزء ازاي تحسب سعرات الاكل. عشان تحسب سعراتك في معادلات كتير، معادله كاتش، معادله ريسيرف، معادله ميلفن. هو ميلفن ادق معادله فيهم هي ميلفن. كده كده الثلاث معادلات هتديك ارقام متقاربه جدا، بس تعالى نستخدم ميلفن كادق واحده فيهم. قبل ما نقول عمو ميلفن قال ايه، تعالى ناخد اكزامبل مثال عصام. تعالى نعمل لعصام نظام غذائي. نحسب الاول البي ام ار بتاع عصام، والبي ام ار ده السعرات اللي جسمك بيحتاجها عشان بس يحرق وهو قاعد. انت نايم على السرير ما بتعملش حاجه، الوظائف الحيويه اللي جسمك بيعملها هضم، تنفس، تشغيل دماغ، كل ده محتاج سعرات. السعرات دي بتتقاس في حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت، بي ام ار. الرجاله اللي هو زي عصام بتتحسب زي المعادله اللي محطوطه قدامك دي: 10 في الوزن زائد 6 وربع في الطول بلس 5 في العمر بلس 5. طبعا عصام ده لو انثى او لو بنت، او لو انت بنت بتعملي النظام، فانت هتشيلي بلس 5 دي وتحطي ماينس 161 بس. فهي كده انت مش محتاجه تحفظيها، هي محطوطه قدامك على الشاشه. عصام شاب لذيذ عنده 20 سنه، وزنه 70 كيلو، طوله 175 سم. لما تطبق الكلام ده على الحسبه اللي انا قلتها لك هيطلع سعرات البي ام ار بتاعه 1800 بس. خلاص شكرا كده، اتكل على الله انت مانو وانا هكمل. بلاش تسرع، بلاش تسرع يا متسرع. ايه ده؟ لسه في حاجه اسمها اكتيفيتي ليفل. انا فهمتك البي ام ار دي السعرات اللي جسمك محتاجها بس عشان يعيش. هو قاعد مكانه، السعرات اللي بيحرقها هي البي ام ار. حتى لو معدل نشاطك بسيط ففي نشاط، فبالتالي في حاجه اسمها اكتيفيتي ليفل. نحسبه ازاي؟ اول واحد لو انت قاعد على مكتب يا دوبك ما بتعملش اي حركه غير حركه بسيطه جدا، ده بيبقى 1.2. لو بتتمرن من يوم لثلاث ايام فهتخليها في 1.3 الاكتيفيتي ليفل. لو بتتمرن من 3 ل 5 ايام فخليها 1.5. لو بتتمرن 6 ايام او 7 ايام في الاسبوع يبقى 1.7. لو بتتمرن 7 ايام بشده عاليه قوي وانت اصلا يومك فيه حركه كتير وشغلك محتاج حركه كتير، ده بقى الاكسترا ليفل، ده ال 1.9. طيب الارقام دي هتعمل فيها ايه؟ هتضربها بالبي ام ار اللي كان 1800 بالنسبه لعصام. فاحنا هنفترض ان عصام ده واحد بيتمرن من 3 ل 5 ايام، معدل نشاط متوسط مودريت، هيطلع لنا 2800 بس. خلاص كده عرفت سعرات عصام، فبالتالي هطبقها على نفسي واعمل احلى نظام غذائي. والسلام عليكم. وراك حاجه، وراك حاجه، لو عصام خدهم زي ما هم ما قلش او زاد عنهم هيثبت، لا هيخس ولا هيزيد. غالبا هدفك انت مش عايز تثبت، انت عايز يا تخس يا تزيد، فمش هتاخد سعرات ثباتك، يا هتقلل يا تزود. تقلل بقد ايه او تزود بقد ايه؟ تقلل لو عايز تخس من 300 ل 1000 او هتزود 300 ل 1000، لكن حاول ما توصلش ل 1000 دي لان هي رقم كبير شويه سواء في الزياده او في النقصان. حاول تبقى من 300 ل 700 في الرينج ده. هنفترض ان عصام عايز يعمل بالك، عايز يزيد كلين بالك، فهنعمل له زياده بسيطه في سعراته وليكن هنزود له 300 كالوري، 300. الماكروز بقى ايه هي الماكروز اصلا؟ سعراتك ايكوال ماكروز. لو هتقسم سعراتك دي هتديك الماكروز، ولو هتجمع الماكروز هتديك سعراتك. الماكروز عباره عن ثلاث حاجات: بروتين، كارب، فات. وغالبا انت سمعت الثلاث مسميات دول قبل كده، بس في قاعده عشان نرتاح بعد كده في الحسبه اللي جايه، وحاول تجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا عشان ما تتوهش مني. جرام البروتين ب 4 سعر حراري 4 كالوري، جرام الكرب ب 4 سعر حراري 4 كالوري، جرام الفات ب 9 سعر حراري 9 كالوري. وخد بالك ان عصام عايز يعمل بالك، فاحنا هنحتاج ال 9 كالوري دول بعدين. اصحى معايا، نبدا بالبروتين. من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك. عصام كان وزنه 70 كيلو، فبالتالي هيحتاج 140 جرام بروتين. اضرب في 4. القاعده اللي قلت لك عليها في الاول، ما هو جرام البروتين ب 4 كالوري، اضرب في 4 يعني 560 سعر حراري جايين من البروتين. احفظ بقى الارقام دي: 560 سعر حراري من البروتين ايكوال 140 جرام بروتين. ده كده عم عصام عايز دول. فاضل ايه؟ فاتس وكارب. الدهون من 20 ل 30% من توتال سعراتك. وبما ان عصام عايز بالك، وبما ان القاعده اللي قلت لك من شويه ان جرام الفات ب 9 كالوري، فهنديله 30% من سعراته دهون. 30% من 3100 كالوري ب 920 كالوري دهون، يعني 104 جرام دهون. احفظهم وخليهم عندك. كده فاضل لنا ايه يا معلم؟ فاضل لنا الكرب الباقي. اما ال 560 بتوع البروتين، 920 بتوع الدهون، هيطلع لك رقم
اخصمه من 3100 كالوري الاساسيين هيتبقى لك 1610. وبما ان القاعده الاولانيه اللي قلتها لك ان جرام الكارب ايكوال 4 سعر حراري، يبقى تقسم ال 1710 على 4 يتبقى لك 4.2 جرام كارب. دي كده الماكروز اللي انت محتاجها. حاسك تهت، فقبل ما نخلص الجزء ده هجمع لك كده ايه الخلاصه. عم حسام اللي اتبهدل معانا وزنه 70 كيلو، اضرب في 2 يبقى 140 جرام بروتين، تضرب في 4 يبقى 560 كالوري من البروتين. 30% دهون من سعراته 920 كالوري دهون على 9 103 جرام دهون، والباقي كارب هيبقى تقريبا 400 جرام كارب. كده مش ناقص غير تفنيشه النظام دي بقى، كده اللوز كده انت بتنقنق خلاص. احنا خلصنا الصعب. عصام معاه شويه ارقام، معاه شويه ماكروز، معاه شويه بروتين على كارب على فات على سعرات. تاكل ايه؟ المعلم ده ياكل ايه؟ انت تاكل ايه؟ وازاي؟ هتحمل اي برنامج لحساب سعرات الاكل وليكن ماي فيتنس بال، هتدخل عليه شويه الارقام اللي احنا كتبناها من شويه، سعراتك، البروتين، الكارب، الفات، وهتعمل سيرش على الاكل اللي انت عايز تاكله. فبالتالي هيبدا يخصم هو تلقائي تكنولوجي هيخصم تلقائي واحده من السعرات اللي انت محتاجها. على اخر اليوم تخلص سعراتك، تخلص الماكروز، عمل تليفون. مش محتاج افكرك انك لو استفدت لايك، سبسكرايب، دلعني ادلعك.